قمر يعني الإنسان يوصل لهيدي المرحلة من النضوج العاطفي عادة بيكون مرق بسنين من التجارب وسنين من الأشياء اللي صارت معه والمواقف وصعوبات الحياة. أنت عمرك 17 وأنا هالشي لاحظته من وقت ما التقيت فيك أول مرة، أنه عندك نضوج، ما بعرف إذا بدي أسميه نضوج عاطفي أو قسوة، إنه خلص إنه الشخص مثلاً ما بيناسبني بحياتي بطلعه، ما بتزعلي على شيء، ما بيهزك شيء. أنا بصراحة مع حالي وبحب حالي وبحط حالي دائماً، تعلمت هالشيء من جديد، حط حالي دائماً نمبر 1 بحياتي. أنا أهم شخص أكيد، وأمي، ما في حدا تاني ممكن يهمني. بس الناس اللي عمرهم 17 عادة ما بيفكروا هيك، عادة هاي المرحلة من حياتنا بيكونوا فيها أصحابنا، حسب حياة الشخص. أنا صراحة السوشيال ميديا كتير كبرتني، السوشيال ميديا بتكبر الشخص لما بتخليك تشوفي الناس المنيحة والناس المو منيحة، بتفوتي بمواقف كتير سيئة، مواقف كتير منيحة. هلا أنا كتير جتني لحظات انهارت، مشاكل، قصص، كتير أشياء، بس دول كلهم بيقووا الشخص. يعني أنا ما كنت وصلت لهالمرحلة للمكان اللي أنا فيه هلا لو ما أنا كتير تأذيت بالسوشيال ميديا. أنا تعلمت إنه أحب حالي. دائما كنت لما أحب حدا، يعني بشكل عام مش حب، أحطه فوق نفسي، رفقاتي أحطهم فوق حالي، هن أهم، بعدين بيجي أنا. بس لا، هالشي كتير يعني عمل لي مشاكل كتير، خلاني أنسى حالي، أهمل حالي. لا، أنا حالك أوقات لوحدك لما أنت بحاجة. لأقلك شغلة، لما يكون في حواليك ناس دايما بيكونوا بوقت سعادتك، بوقت نجاحك، بوقت شغلك، بوقت طلعاتك معك. بس لما تزعلي، لما تكتئبي، لما تفوتي بريبريشن، لما يصير معك أي شيء، ما حتلاقي حدا حواليكي. هون حتستوعبي إنه أنت ما حدا حيضل معك غير حالك. فإذا أنت كنتي ما بتحبي حالك، كيف رح تقدري تعدي هذا الشيء؟ كيف حتقدري تتخطي الشيء؟ ما حتقدري، أنت ما بتحبي حالك. طبعاً. أنا لأنه بحب حالي بعتبر، يعني شايفة كيف مثلا ممكن أعمل بيست فريند تبعي، بعمل حالي هيك. أنا لما أزعل ما في حدا حوالي، وكثير مرات بمر بأشياء ما حدا بيعرف فيها، لحالي بتخطاها، بواسي حالي، بقوي نفسي، وبطلع كأنه ما في شيء. فحب النفس والثقة بالنفس هي أهم شيء. اللي عم تقوليه برجع بقول لك كثير صح، وكثير كثير صح، وكثير لازم يكون مثل لكل البنات، إنه نحن لازم بتعرفي في أشخاص بيحيطوا حالهم بأشخاص تانيين يمكن ما بيربطوا سعادتهم بأشخاص، بس لأنه ما بدهم يكونوا لوحدهم، ما بيقدروا يكونوا لوحدهم. أكبر غلط، لأن أنا إذا ربطت سعادتي بشخص وهالشخص طلع من حياتي، شو حيصير فيني؟ رح أتدمر. أنا سعادتي راحت، هالشي غلط. سعادتك ترتبط بنفسك، وبالنسبة إلي السعادة قرار. أنت بتقرري إذا كنتي سعيدة أو كنتي حزينة. لو مريتي بكثير أشياء سيئة، أنت بتقرري إذا حتشوفيها من الجانب الإيجابي ولا الجانب السلبي. فأنا دائما بحاول أشوف الأشياء من الجانب الإيجابي. خلاص أنا سعيدة لحالي مع نفسي. إذا إجا حدا حبيته رح أكون سعيدة معه أكيد، بس مش معناها إذا راح رح ينقص مني شيء. لا، أنا ما حينقص مني شيء، أنا بحب حالي وسعيدة لحالي.